الكلاليب التي ستخطف الناس إلى جهنم يوم القيامة. الآن سيمنعك إبليس من استكمال الفيديو. اغلبه بوضع لايك واستغفار الله في التعليقات. يوم القيامة هو يوم الأهوال والمخاوف، فما إن ينجو الناس من هول من أهوال ذلك اليوم حتى يدركهم هول آخر فتمتلئ القلوب خوفا وفزعا. من أشد أهوال يوم القيامة وأشدها خطرا المرور على الصراط، وهو جسر مضروب على متن جهنم، حيث يأمر الله سبحانه في ذلك اليوم أن تتبع كل أمة ما كانت تعبده، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، ثم يذهب بهم جميعا إلى النار، وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها المنافقون، فينصب لهم صراط على ظهر جهنم على حافتيه خطاطيف وكلاليب، فيأمرهم الله سبحانه أن يمروا على ظهره، فيشتد الموقف وتعظم البلوى، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، ويكون أول من يجتاز الصراط النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ويتفاوت المارون على الصراط تفاوتا عظيما، كل حسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق في طرفة عين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم لا يستطيع السير إلا زحفا، يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق رجلا، فتصيب جوانبه النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يومها قائم على الصراط يدعو ربه يقول اللهم سلم سلم. والصراط هو موضع تزل فيه الأقدام ولا تستقر، على حافتيه خطاطيف وكلاليب معلقة معقوفة الرأس مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس على حسب أعمالهم، وهو أدق من الشعر وأحمى من السيف. ويمر الناس على الصراط، فمنهم من يتمزق جلده بفعل الكلاليب، ومنهم من ترميه في النار فيتكدس الناس فوق بعضهم في جهنم. هذا هو الصراط، وهذه هي أحوال الناس عند المرور عليه. فتخيل أخي الكريم فيما يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحتك، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وأنت ترى الخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصبعه، ومجاز ما